بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين، عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم بجد من اخر فيديو نزلته معاكم. وحشني التصوير، وحشني التسجيل معاكم، وحشني الكلام. كل حاجة حلوة وحشتني معاكم، مع الناس الجميلة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. شكرا كل اللي دخل خاص وسأل عليا وبارك لي وافتقدني. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. النهارده بقى راجعه لكم فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله. حبيت ابداه معاكم من اول اليوم، والفيديو ده مختلف شويه، في بقى اجواء الفرح بتاعه اخو جوزي. طبعا زي ما انتم عارفين انا كنت معتذره لكم في اخر فيديو، وقايله لكم انه يعني هبقى مشغوله ومضغوطه الايام اللي جايه دي، لانه عندنا فرح يا جدعان. فالمهم بقى ايه، ده كان اليوم بتاع الحنه. تمام. وانا حاولت ان انا يعني ايه امنتجه كده اهوت، واجمع لكم حاجات كده فيه، علشان بصراحه الوقت كان زانق قوي قوي معايا، وكان ورايا 100 مصلحه عايزه اخلصها. وفي نفس الوقت ورايا، عارفين اللي هو انتوا يعني الضيوف والدنيا كلها، لاني انا في الدور اللي هو التاني او الاول علوي. فكل الناس تلاقيها جايه عندي. فما ت... يعني ما معلش اعذروني بقى ان انا ما عرفتش اصور كتير، ولا عرفت انزل لكم فيديوهات الفتره اللي فاتت. لو انت لاول مره بتشوفيني، انا نور عبد الواحد ودي قناتي. واتمنى من كل قلبي انك تشتركي في القناه، وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل. وتعالي بقى اضغطي لايك، وتعالي اوريك الاجواء بتاعتنا، بتاعه الفرح، بتاعه اخو جوزي. طيب هنا بقى في البدايه، عملت فطار كده اهوت. اختي وعيالها بس كانوا عندنا، وانا قلت ايه حاجه على السريع، نفطر فطار شعبي. تمام. اختي جايه من بورسعيد، فهي جايه ايه بقى عشان تحضر الفرح ده النهار بتاع، يعني كان بالليل هيبقى الحنه. غسلت بقى شويه جرجير حلوين كده اهوت، وجبنه وشويه فول، شويه طعميه، شويه كنتالوب او شهد زي ما انتوا بتسموه. وبس كده اهوت مع شويه فول بالسمنه. وكان الله بالسر عليم طبعا. يعني ايه في الوقت دوت، معلش كنا عايزين نقوم بالواجب ونعمل كذا حاجه، لكن الموجود طبعا بيتحط ومفيش احلى من الناس الخفيفه على القلب. مفيش احلى من الناس اللي هي تقف معاكي بقلبها وما تضغطكيش. ويعني الناس اللي زي كده فعلا قعدتها بتبقى حلوه قوي قوي. حطينا برضو شويه مخلل اهو، وقليت طبعا بطاطس، قلت عشان الاولاد، عشان العيال طبعا انتوا عارفين مدمنين بطاطس مقليه، كل العيال الصغيره اهو. ده كان فطار بسيط، وعلى يعني ايه على قد وقتي. وان شاء الله كده اهوت الفيديو باذن الله ينال رضاكم ويعجبكم اهو. متنسوش طبعا العيش البلدي متسخن وزي الفل. دوسوا لايك بقول لكم، وتعالوا افطروا معايا. عايزه اقول لكم انا في الوقت ده والله العظيم على اعصابي، عايزه انجز. احمد عايز، يعني عايزين نروح نجيب كذا حاجه. والله يا جماعه بجد كل حاجه كانت على دماغي. لسه كنت يعني عايزه انزل برضو. كنت عايزه اعمل تنظيف بشره. كنت عايزه اعمل برضو، لسه في حاجات كتيره ناقصه في هدومي. لسه طبعا هتقولوا لي ليه التاخير ده ومش ايه، لاني انا فعلا كنت مضغوطه. يعني في الاكل وفي الشرب وفي ترويق والشقة، فاهمين يعني انتوا اكيد عارفين لما يكون في فرح الواحد ما بياخدش يعني ايه نفسه خالص. طبعا بعد ما فطرنا وشلت الاكل واديت ابني العلاج، انا بقى قلت ايه اخلص المشاوير اللي هي بره قبل الحنه. فانا بقى وجوزي رحنا بقى وقتها دي اللهم صل على النبي، كان في دكتور يعني هو شاطر بصراحه. وقال لي يعني سمعت عنه انه شاطر في تنظيف البشره والاسنان. جوزي راح يعمل اسنانه، وانا رحت اعمل بشرتي. تخيلوا يا جماعه بجد. ضرسه كان تعبه قوي وما كانش عارف ينام خالص، فهو راح يحشي ضرسه. طبعا حشو عصب، ربنا يشفي عن كل مريض يا رب. بجد وجع الاسنان ده بيبقى مقرف قوي قوي. وانا بقى قلت ايه هعمل تنظيف بشره على السريع، لاني بشرتي كمان من الحمل مرهقه جدا. وفي نفس الوقت عارفين اللي هو انتوا بهتانه كده. و يعني كل اللي انا عايزه اقوله لكم اني فعلا محتاجه كحت كده. المهم هنا بقى كنت في التاكسي، وبعد كده وصلت. والبت كانت ذوق جدا جدا، عملت لي كوبايه كابتشينو وقالت لي انتظري على بال بقى ايه جوزي ما يخلص يعني حشو ضرسه، لان فعلا احمد ضرسه كان متدمر خالص. ربنا يشفي عن كل مريض يا رب العالمين. وانا هنا بقى ظبطت السكر بتاعي، وشربت كوبايه الكابتشينو، وقلت ايه اما انجز انا برضه. بس انا وقتها دي بقول لكم انا كنت على اعصابي فعلا، عارفين اللي هو عمالين يتصلوا عليا هتيجي امتى هتيجي امتى. تمام.
فبس كده اهوت خلصت بقى يعني ايه، خلصنا الحمد لله عند الدكتور ورجعنا. ورجعت بقى عشان نعمل الغدا بتاع الناس طبعا اللي جايه. فرحت بصراحه لقيت سلايف يعني خلاص يعني نقعوا الفراخ في ميه وليمون. وطبعا انا بقى ساعدت معاهم. طبعا يا جماعه انا الايام دي والله العظيم مضغوطه جدا وتعبانه، والدكتوره اصلا قايله لي ما تتحركيش كتير، لاني مع احترام لحضراتكم انا على طول بتعرض لولاده مبكره. فالمشكله بتبقى عندي يعني ايه صعبه شويتين في الحركه، خاصه انا كمان في اخر الشهور واخر الايام تلاقوني بصوا حركتي بقت بطيئه قوي. لكن والله ما بقدرش، ما بعرفش انام، ما بعرفش اقعد كده مرتاحه، خاصه لو لقيت غيري مشغول ومضغوط. فانا قلت هساعد معاهم. فربنا طبعا يقف معانا يا رب العالمين. وهنا بقى عملت ايه، قطعت البصل جوليان كده اهوت، والبطاطس كده اهوت عشان هنعمل صواني بطاطس. والطماطم انا غسلتها وقطعتها تقطيع عادي عشان افرمها في الخلاط. بس كده. وهنا الرز بقى هنحمره. طبعا ايه يعني الناس اللي كانت عندنا ناس يعني اخواتي واخوات جوزي، فيعني مننا فينا كده. طبعا بسم الله ما شاء الله كميه الفراخ كانت كتيره، بس انا ما لحقتش اصور كتير. وفي نفس الوقت والله يا جماعه بجد عارفين اللي هو انتوا وانا بصور ده، طب اوعي كده، طب هاتي دي، طب اعملي كذا، طب اعملي كذا. فعارفين اللي هو انتوا انا بصور مقتطفات. بس كده اهوت يعني انا صورت تقريبا دي تاني دفعه من الطبيخ او تالت دفعه. هنا بقى الثلاث صواني دول حطيناهم في الفرن. وخلاص كده اهوت في الوقت ده كان استوى الرز معايا اهو. بقلبه تقليبه حلوه كده اهو، شايفين؟ بصراحه الاكل كان نفسه حلو. وهنا بقى احمر الفراخ فوق عند حماتي طبعا اهو. لو وصلت لحد هنا ونسيتوا تعملوا لايك، اتمنى انكم تدوسوا لايك، لاني بقى لي فتره كده ما بعملش فيديوهات وحاسه ان القناه خلاص انهارت. فساعدوني بقى كده وان شاء الله كده خير، كل اللي بيجيب ربنا كويس. طبعا حمرت الفراخ وزي ما انتوا شفتوا شكلها كان حلو ازاي. الرز استوى، صواني البطاطس بقت زي الفل. لما نزلت بقى لما يعني خلصت كانوا جايبين بقى هم عشا العريس. طبعا العروسه بعتاه يعني. فالمهم كانوا جايبين بقى، شايفين ذكر البط الحلو ده، وكانوا جايبين بقى كده جوزين حمام اهو. حبيت برضو اصوره معاكم، لان يعني ايه تشوفوا برضو عاداتنا وتقاليدنا زي ما عاداتكم وتقاليدكم متشابهه ولا لا اهو. شايفين؟ اللهم بارك. طبعا في الوقت ده برضو زي ما بقول لكم كنا مضغوطين وخلصنا بقى الحاجه. وطبعا على بال ما تنادي يلا يلا يا جماعه يلا، فانك تنادي على الناس عشان تاكل وقتها دي بتاخدي وقت اكتر مما تعملي الاكل وقته في وقته يعني. بس هنا كانت بقى صينيه برضو، صينيه مكرونه بالبشاميل. صراحه كانت جميله قوي اهو، وطعمها كان خرافه. عندنا بقى يا جماعة العادات بتاعتنا انه العروسة بتجيب عشاء العريس. يعني ممكن ياخدوا اسبوع واسبوع على العريس، تمام. وبعد كده الامور بقى بتمشي ما بين العروسة والعريس. محمود اخو جوزي الصغير. هنا بقى مبروك ايه ليه ان شاء الله حبيت كده هو يعني تتهنى ايه بعروسته ديت. اشارك وامي معاكم ست الحتة الكل دي بصراحة، مشرفانا لان ومنورانا. امي ربنا ربنا يديها يخليكي لنا يا الصحة ست ويبارك في الكل. عمرها. الله يخليك يا أمي. ربنا يديك الصحه يا جت رب ويبارك في عندنا عمرك ان شاء الله ويخليكي انا لينا. سبكوا يعني ايه واحدة كمان. تسمعوا الحتة دي وبس. فحبيت ان انا اوثق واحتفظ بيها للذكرى، ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها. ماما كانت عندي وجت من بورسعيد يعني وجت عندنا. انا حبيت ايه، بتقولي تعالي نورا نفسي ايه اتصور معاكي. قلت لها بس كده يا ست الكل تعالي بقى اتصور معاكي. وهنا بقى يا جماعة كان وقت الحنة خلاص خلص. تاني يوم بقى من الفرح اهو. طبعا انا عايزه اراكم وتقولوا لي انا كنت حلوه بقى في الحنه ولا الفرح. فعايزه اقول لكم الفرح بقى كانت طالعه 3 عيني. والله العظيم يا جماعه بجد لو احكي لكم هتعيطوا عليا. كنت مضغوطه ضغطه ما يعلم بها غير ربنا. هتقولوا لي يا نور انت كل شويه مضغوطه. هقول لكم بجد كل الضيوف كانت عندي. طبعا كل اللي كان في البيت بقى راح الكوافير وراحوا طبعا عشان كانوا مأجرين فساتين. فانا بقى خلاص انا في الثامن. فانا بقى قلت لا انا مش هأجر فستان، لاني انا بصراحه ما بحبش البس ضيق، وفي نفس الوقت يعني اكون ان انا البس فستان في الوقت ده ما بحبش بصراحه. قلت يعني عشان اراضي غيري مثلا واظهر يبقى خلاص هغضب ربنا مثلا ساعه ساعتين. فانا فضلت ان انا اجيب بلوزه سواريه كده والبنطلون بتاعي اللي هو اللهم صل على النبي الكريب ده.
فبقى بصوا طقم حلو كده وهادي وفي نفس الوقت يمشي سواريه وبس كده. دي كانت اجواء الفرح. وعايزه اقول لكم انا كنت وديت بنتي الكوافير عشان اعمل لها شعرها، رجعت عشان اعمل الغدا، رجعت تاني عشان البس امي وحماتي. فبصوا كان الموضوع كده هو لفتين 3 لفات وبس. الحمد لله كده حضرنا الزفه. وهنا بقى خلاص دخلنا القاعه، كانت اجواء بسيطه. وطبعا اللي عجبني في القاعه انه التورته كانت بتنزل من فوق كده، والعروسه والعريس نزلوا من فوق. فصراحه برضو دي حاجه جديده بالنسبه لافراحنا. تمام. فكده هو خلاص اكون انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى من كل قلبي ان النهارده الفيديو يبقى يعني خفيف على قلبكم وانا اكون خفيفه على قلبكم. وهنا بقى فروحه حبيت اتصور معاها، بس بقى هي كانت مهيبره حبتين 3 عشان زي ما انتوا عارفين الفرح، والعيال بقى مهيبره، وكل اللي معاه صاحبه وصاحبته وابن خاله وابن خالته موجب معاه وناسين نفسهم في الاكل والشرب. واجي اقول له خدت لهم سندوتشات وكده هتجوعوا قالوا لا. جم على نص الفرح اهنجوا خالص بطني ومش عارفه ايه. فانا قلت والله ما ليا دعوه بيكم بقى، انا خلاص انا فصلت. هنا بقى انا بروح اظهر شويه واجي اصور لكم شويه، اظهر شويه واجي اصور لكم شويه وبس كده. كانت اجواء في الفرح بقى حبيت ان انا اشاركها معاكم. هنا خلصت. قولوا لي بقى على الاوتفيت بتاعي ايه رايكم فيه. وده كان الميك اب، مع العلم الميك اب انا عاملاه لوحدي. وهسيبكم في حفظ الله ورعايته. اقول لكم استنوني في فيديو جديد وروتين جديد. ما تنسوش